بتحط خطة عشان تسيطر على الولد وأبوه وتوقعهم في بعض. طيب ليه بتعمل كده؟ ده اللي هنعرفه. بيبدأ الفيلم بباتريشيا وهي ماسكة مسدس وبتصحي جوزها ترومان عشان سمعت صوت في البيت، فبيقوم فعلا وبينزلوا هما الاتنين يشوفوا مين اقتحم منزلهم، لكن بيكتشفوا إنها بنت باتت عندهم امبارح بعد الحفلة وبتتعاطى قدامهم حاجات مش كويسة وبتمشي. بعد كده بنروح لعيلة أليكس اللي بيبقى مستعجل قوي على شغله، مراته مارينا كمان بتبقى خارجة ومستعجلة، والاتنين بينسوا عيد ميلاد ابنهم روبي وبتفكرهم بيه بيل الخادمة، لكنهم برضه مش بيهتموا، فبتعمل له هي تورته وبتحتفل معاه وبيكون واضح انها بتهتم بيه جدا وعلاقتهم قريبة. بنرجع لباتريشيا وزوجها اللي بيكون عامل لها مفاجأة وجايب لهم عربية غالية جدا، فبتسأله ازاي جابها رغم ان بيتهم مرهون وعليهم ديون، لكن جوزها بيبقى مهتم بس بمظهره الاجتماعي وبيقول لها انه هيحل كل مشاكلهم قريب وانه خلاص قرب من تحقيق اهدافه، عشان كده عامل عشاء مهم النهارده مع شخص اسمه رايت وهو مستثمر مهم. وفي الشغل السكرتيرة بتقول له انهم عينوا شخص جديد اسمه أليكس وبيبقى خايف انه ينافسه وياخد منه الترقية، والترقية دي مش ترقية عادية، ده اللي هيترقى هيبقى شريك في الشركة بنسبة. وبيرجع أليكس بيته وبيل الخادمة بتبلغه ان المدرسة اتصلت وقالت ان روبي ما حضرش النهارده، فبينده الأب عليه وبتخلع بيل، وأليكس بيسحب من روبي مفاتيح عربيته وبينبهه انه لازم يلتزم في الدراسة ويدخل جامعة كويسة، وبيبقى واضح ان علاقة الابن والأب متوترة. وعند باتريشيا بيجي ميعاد العشاء وبيجي جوزها ومعاه رايت فعلا، وبنعرف ان جوزها مدمن ودي نوع الحفلات اللي هو بيعمله. واثناء العشاء بيروح ترومان يجيب حاجه وبيستغل رايت الفرصه وبيتحرش بباتريشيا، فبتصد وبتروح المطبخ وهي منهاره وبتقول لترومان على اللي عمله الخنزير ده، لكن ترومان بيطلع خنزير اكتر منه وبيقول لها تسير الجو وتعمل اللي عايزه رايت عشان هو محتاج يمضي معاه صفقه، وعلى اساس الصفقه دي هيبقى شريك في الشركه ودي هتبقى مساهمه منها وتنقذهم من الديون. وطبعا رايت بيسمع الحديث ده وبيروح لباتريشيا اللي بتبقى واقفه متسمره وبتعيط وبيعتدي عليها. وتاني يوم بيروح ترومان الشركة وهو معاه ورق الصفقة، لكنه بيكتشف ان المديرين اختاروا أليكس مكانه لانه يعرف مستثمرين مهمين كتير وان هو هياخد درجة اقل من اللي هو فيها، فبيخرج من الشركة وهو منهار وبيبقى هين عليه يخبط أليكس بعربيته، وبيرجع البيت وبيقول لباتريشيا اللي حصل، وبعدين ما بيقدرش يحط وشه في وشها وبيرجع تاني المكتب بتاعه اللي اصلا بقى مكتب أليكس وبيضرب نفسه بالنار. وبيجي اتصال لباتريشيا وبيبلغوها باللي حصل، وطبعا بتنهار، وبعدها بأيام بتروح شركة جوزها تسألهم على فلوس التأمين بتاعته، لكن للأسف لأن هو اللي عمل كده في نفسه فالتأمين كمان راح عليها، تبقى غرقانة في الديون ومش عارفة تعمل إيه. وفي الوقت ده بتشوف رايت مع أليكس وبتحقد على الاتنين، وبعدها بيقول لها المدير تاخد حاجات جوزها من مكتبه اللي أصلا بقى مكتب أليكس، فبتدخل وبتشوف صور أليكس مع عيلته وهم سعداء، فبتحلف لا تندمه، وبتستغل الفرصة وبتاخد معلومات من مكتبه والكمبيوتر بتاعه عن عيلته، وبعدها بتفضل تفتكر ضغط جوزها عليها عشان تسيب رايت على راحته، وبتفتكر اعتداء رايت عليها والتضحية اللي راحت على الفاضي، وبتروح لبيت رايت وبتضربه بالنار. بعدها بتراقب عيلة أليكس وابنه من بعيد وبتحط خطة، وبيكون روبي في عطلة وبعدها بأسبوعين هيمتحن، فبتروح مدرسته وبتخضع الموظفة وتاخد معلومات، وبعدها بتبعت فاكس لعيلة أليكس على أساس إن المدرسة بتشتكي من مستوى روبي وإنه محتاج مدرسة خاصة في العطلة عشان تعلم من مستواه، وبتحط رقمها طبعا وبتنتحل شخصية المدرسة أماندا. وفعلا بتكلمها مارينا زوجة أليكس عشان تدي دروس لروبي، وأثناء المقابلة لما روبي بيلاقيها جميلة كده بيوافق عليها وبتقدم نفسها باسم المدرسة أماندا، وبتقول لهم إن في تصليحات في بيتها في الوقت الحالي وهي للأسف ما عندهاش مكان تقعد فيه حاليا، فبيعرضوا عليها تاخد غرفة الضيوف اللي بتبقى منفصلة عن فيلتهم، فبتوافق. بعدها بتروح باتريشيا تاخد روبي من النادي بلبس مثير وبتديله الدرس بتاعه، لكن واضح ان غرضها الاساسي انها تغريه، هو فعلا بيبقى معجب بيها جدا. بعدها بتقرب من الام اللي بتبقى بتجهز عشان حفله شغل مهمه عند جوزها وهتروحها طبعا مع جوزها أليكس، وبتساعدها باتريشيا وبتحاول تعمل ان هي صاحبتها، وبتساعدها كمان انها تختار الفستان اللي هتحضر بيه، لكنها في نفس الوقت من غير ما مارينا ما تاخد بالها بتحط لها حبوب مهدئه. هي الحبوب دي اصلا بتاعت مارينا لكن هي بتحط لها كميه كبيره جدا. والتليفون في الوقت ده بيرن وبترد باتريشيا وبيكون مايك مدير أليكس في الشغل، لكنها بتقول لمارينا انها واحده ست ورفضت كمان تقول اسمها. وبالليل لاحظت باتريشيا ان روبي بيتلصص عليها من الجنينه وهي بتغير هدومها، فعرفت كده انها خلاص قربت من هدفها، لكن الخادمه بيلا قفشته وهزقته على اللي بيعمله ده. وبعدها استغلت باتريشيا ان كل اللي في البيت مشوا وراحت لغرفه روبي وقربت منه وفهمته انها بتحبه، وهو طبعا صدقها وبقى مهووس بيها. وتاني يوم بيلوم أليكس مارينا لانها كانت مهيبره في الحفله ده طبعا يعني بسبب الحبوب اللي كانت حاطها لها باتريشيا، وبيقول لها واضح انك
كنت واخده حاجه او شاربه حاجه. وبيروح بعد كده يقعد في الجنينه وهو متنرفز، وبتجيله باتريشيا وبتفضل تتكلم وتضحك معاه، وبيشوفهم روبي ومارينا وبيتضايقوا. وبترجع باتريشيا غرفتها وبتلاقي بيل بتعلق ستاره ليها عشان روبي ما يتلصصش عليها تاني. وبقى واضح ان بيل مش مستريحه لها وقافشه اللي بتعمله، وتبقى هي الوحيده الواعيه في البيت ده. بعد كده بتطلب مارينا من بيل طلبات كتير، وبتبقى متعصبه جدا طبعا بسبب اللي شافته، وبتفش غلها كله في بيل الغلبانه. تستغل باتريشيا ان اليكس ومارينا خرجوا، وبتروح تحط خيط رفيع لكنه قوي بطريقه معينه على درج البدروم، وبتبوظ كمان اللمبه عشان تعدي من دنيا. وبتنزل بيل الغلبانه البدروم فبتقع وبتنزف، وبترجع باتريشيا تلم اثار اللي عملته وبتسيب بيل تموت. وبيجي روبي عشان يعرف باتريشيا انه جاب درجات كويسه لكنه بيكون مش كويس قوي في الفرنساوي، فبتنفعل عليه وبتقول له انه لازم يجيب درجات كويسه في كل المواد. بعدها بترجع مارينا وبتلاقي بيل ما خلصتش اللي قالت لها عليه، فبتدور عليها وبتلاقيها ميته في البدروم، فبتنهار. وبيحاول اليكس وروبي يهدوها لكنها بتحس بالذنب لان هي اللي طلبت من بيل حاجات كتير. بيحاول اليكس ينيمها لكن هو اصلا ما بيجيلوش نوم، فبتروح له باتريشيا وهو قاعد لوحده وبتهون عليه، وفي وسط الكلام بتوصل له ان مراته مش متزنه من كتر الشرب وانه يستحق حياه افضل من كده، وبتغريه وفعلا بيخون مراته معاها. وبتتعمد كمان ان روبي يشوفهم عشان تبوظ علاقتهم ببعض. بعدها بيروح روبي لوالده وبيلمح له انه شافه وهو بيخون امه، وبيفضل روبي يدخن قدامه عشان يوصل له انه خلاص ما بقاش يحترمه. واليكس فعلا بيبقى حاسس بالذنب وبيحاول يتجنب باتريشيا وينهي اي حاجه بينهم، فبتروح تطلب دواء من بتاع مارينا عشان تحط لها كميه اكبر من اللي بتاخدها من غير ما تاخد بالها ان حبوبها بتخلص. وبتشربها شاي فيه كميه كبيره من الحبوب، وبتعمل نفسها صاحبتها بتفضل تهون عليها. وبعدها بيجي روبي وبتروح مارينا تتكلم معاه وبتعتذر له لانه كان قريب قوي من الخادمه بيل، فبتهمها انها ما تعرفش عنه اي حاجه وبقت مدمنه على الحبوب. فبتتعصب مارينا وبتضربه بالقلم، ودي كمان علاقه الام وابنها باظت. فبتروح له باتريشيا وبتقول له امك ملهاش ذنب، انت متضايق بسبب اللي شفته امبارح. وبتقول له ان ابوه هو اللي اجبرها على كده وكمان هددها. وقتها طبعا روبي بيبقى عايز يروح يتخانق مع ابوه وينتقم لحبيبته، لكنها بتتفق مع انهم خلاص كمان كام يوم هيسيبوا البيت سوا. وبتجيب لمارينا حاجه تشربها تاني وتقول لها ده حلقك، اصلا انا لقيته وسط الهدوم، وهو اصلا بيبقى حلق باتريشيا، لكنها عايزه مارينا تشك في جوزها وعصبها تتلف اكتر. وبالليل بتتهم مارينا جوزها انه بيخونها، فبيتخانق معاها وبيحاول يشدها للحمام عشان يفوقها، وهي بتفضل تصرخ. وبيبقى روبي سامع كل ده وفاكره بيضربها، وبيبقى متضايق من والده اكتر. وتاني يوم بيبقوا الاتنين هيمسكوا في بعض، وبتحط باتريشيا حبوب اقوى واكتر في الشاي لمارينا، وبتقول لها انا عارفه انك متاثره من اللي حصل لبيل ومن خناقتك مع روبي، وان كمان روبي هيسيب المنزل دلوقتي عشان دراسته. بتقول لها انها كمان هتسيب بيتهم كمان كام يوم لكنها هتفضل جنبها. فبتشكرها مارينا على وقفتها معاها وقد ايه هي صديقه وفيه. وبعدها بتبدا مارينا تهبط اكتر والمج بيقع منها، وبتلاقي فيه بواقي حبوب لسه ما دابتش. وبيطلع اليكس على شغله من غير ما يودع ابنه، وبيمشي روبي من البيت، وبعدها بتمشي باتريشيا. وبتفضل مارينا وحدها في البيت، والتليفون طول اليوم بيفضل يرن، ولما بترفع السماعه محدش بيرد عليها. وبعدها الكهرباء بتقطع وبتسمع اصوات في البيت، فبتمسك سكينه وبتفضل تدور على باتريشيا لانها خلاص فهمت اخيرا ان هي اللي عايزه تجننها. وفي الوقت ده بيجي اليكس وبيدخل فجاه على مارينا، فبتعوره من غير ما تقصد، وهو بيتنرفز عليها وبيتهمها بالجنون، وبينزل البدروم يصلح سكينه الكهرباء. تفضل مارينا تفهمه انها متاكده ان كان في حد في البيت وانها اكيد باتريشيا اللي عايزه تموتها، لكنه ما بيصدقهاش. ولما بتقول له على موضوع المكالمات اللي بتجيلها بيقول لها اصلا ان التليفون معطل، واللي الحبوب اللي بتاخدها هي اللي بتسبب لها هلوسه. تاني يوم بيبقى اليكس في شغله ومارينا بتبقى في البيت، وبتلاقي فوطه عليها دم، وبتلاقي عصافيرها حد موتهم، فبتنهار وبتفضل تصرخ. ولما بترجع غرفتها بتلاقي فنجان شاي وجنبه حبوب، وبتظهر لها باتريشيا وبتأمرها تشرب الشاي، فبتكسر مارينا الفنجان وبتضربها باتريشيا، وبيفضلوا يتخانقوا سوا لحد ما باتريشيا بتنجح انها تربطها في السرير، وبتحاول تجبرها انها تاخد كميه كبيره من الحبوب عشان جوزها يفتكرها انتحرت. وفي الاثناء دي اليكس وبيلاحظ في حاجه ترومان اللي في الصندوق صوره ليه مع باتريشيا، فبيسأل المدير مين دي، وبيعرف انها باتريشيا مش المدرسه اماندا زي ما قالت له، فبيفهم ان مراته كان عندها حق، وبسرعه بيبلغ الشرطه بعنوان بيته بكل اللي حصل، وبيطلع جري على البيت. وبتكون باتريشيا ناويه تقطع لاماندا الشرايين بتاعت ايدها، لكن اليكس اخيرا بيوصل في الوقت المناسب وبيحاول ياخد السكينه منها لكنها مش بتوافق لحد ما بيزقها فبتقع من الشباك. لكن لما الشرطه بتوصل مش بيلاقوا لها اي اثر لان
اغتصبتها كانت خفيفة وقدرت تهرب. وقتها بتقرر أماندا إنهم ما يقولوش أي حاجة لروبي عشان هو وحده دلوقتي وهي مش عايزاه يزعل أو يتأثر. وفي آخر مشهد بنشوف أماندا وهي بتكلم روبي تطمن عليه، وبنكتشف إن باتريشيا عنده إنها لسه مكملة في انتقامها. وبس كده، الفيلم ده كان من ترشيح محمد وطلب إننا نلخصه. سيبولي رأيكم في الكومنتات. أنا عن نفسي حسيت إن محدش يستحق الانتقام غير جوزها اللي مقدرش يحميها في حياته، وبعد ما مات كمان ساب لها ديون. وبس كده، أنا هاجر ودي قناتي. لو عجبكم المحتوى متنسوش تعملوا اشتراك ولايك. سلام.